حان وقت التعويض لإجابة علي الباسكي. الآن في هذه الفقرة نشرح مسيرة اللاعب. خلاص جرس. نشرح نقول مسيرة اللاعب. إن جاوبت قبل انتهاء المسيرة تأخذ نقطتين، بعد انتهاء المسيرة نقطة واحدة، علما أن عند كل واحد فيكم محاولتين فقط. تمام؟ تمام. ما نحتاج جرس. اللاعب الأول هو لاعب حالي، بدأ مسيرته في السد القطري، يوبين البلجيكي، السد القطري. أكرم عفيف. خطأ، باقي لك إجابة واحدة. نعيد: السد القطري، يوبين البلجيكي، السد القطري، الجهراء الكويتي. عبد الكريم حسن. نقطتين لخليل الدوشي. الله أكبر. والخنجر عضالية وشعار سيفه والخنجر عضالية. الله يا خليل، الله يا خليل. إذا نقطتين، يعني خليل أعتقد ريحتك شوية النقطتين. نعم، لكن لحد الآن في هو بس لو قال علي الفارق الآن يصبح 4 نقاط، وهناك 8 نقاط على الطاولة حتى الآن. إذا اللاعب اللي بعده هو لاعب معتزل، بدأ مسيرته في الوداد المغربي، نانت الفرنسي، سبورتنج لشبونة البرتغالي طبعا، ديبرتيفو لاكورونيا، توتنهام. علما ان هذا المغربي كسر الدنيا مع ديبرتيفو لاكورونيا. نور الدين نايبت. ايوه برافو يا بركات، على قيد الحياة حتى الآن. الله أكبر، يعني 15-12 وفي 3. اللاعب اللي بعده هو لاعب معتزل، بدأ مسيرته في الأهلي المصري، الاتحاد السعودي، الأهلي المصري، ستاندرد ليج البلجيكي، الأهلي المصري، التعاون السعودي، الأهلي المصري. اعتزل. الأهلي المصري ستاندرد. أعيد تاني مرة ثانية. المسيرة بدأ مسيرته في الأهلي المصري، الاتحاد السعودي، الأهلي المصري، ستاندرد ليج البلجيكي، الأهلي المصري، التعاون السعودي، ورجع للأهلي المصري واعتزل. مستحيل. عمرو زكي. خطأ. عمرو زكي الدوري الإنجليزي. اي صح. والزمالك مو الاهلي. لو سمحت الفار ما يتدخل. راح يكون في 10 ثواني فقط وراح يلغى هذا اللاعب. عصام. خطأ. ما عندك أي محاولات. ارمي لي لاعبين بسرعة قبل لا ألغي هذا السؤال.